مهما كان مكان الشاليه بتاعك فانت بينك وبين البحر 200 متر بس. المشروع ده فيه نسبة إنشاءات 30%. احنا في الكيلو 208 في راس الحكمة. مش بس هتستلم متشطب، لا انت كمان هتستلم متشطب بالخدمة الفندقية. اقساطك هتكون على 10 سنين. النهاردة جايين نتكلم على رمال الساحل الشمالي. النهاردة جايين نتكلم على مشروع رمال في كيلو 208 على مساحة 15 فدان. بنتكلم على كوزي، يعني حاجة صغيرة كده، علشان كده كل اليونتس ليها فيوهات على البحر. أي مكان انت فيه، أي مكان شاليهك فيه، انت بينك وبين البحر 200 متر فقط. شركة ميزيان الشركة المالكة للقرية هي مشاريعها معروفة أكتر في الخليج، يمكن مش معروفة لسه في مصر. عندهم مول المزيان بلازا في المنامة والبحرين. من ضمن أعمالهم كمان البنية التحتية في مدينة لوسيل في قطر. قوة مشروعهم في الساحل الشمالي إن أنت في الكيلو 208، يعني أنت في قلب راس الحكمة، زي ما بيقولوا كده أنت في قلب الأحداث. علشان المشروع على مساحة صغيرة 15 فدان، فده هيدينا أكتر من فايدة. أول حاجة إن هيكون فيه كنترول عالي جدا على الصيانة، لأن عدد الكباسيتي جوه القرية مش كبير، احنا بنتكلم على 300 يونت فقط. تاني حاجة، لو حضرتك بتستثمر وهتعرض اليونت بتاعتك، سواء هتعرضها للرنت أو للريسيل، فبالتالي احنا بنتكلم على مكان عدد اليونت اللي فيه مش كتير، فبالتالي كام واحد زي حضرتك هيكون عارض في نفس التوقيت رنت أو ريسيل؟ أكيد مش هيكون كبير، يعني مش هتكون فيه منافسة عالية. اما لو احنا شاريين اليونت مش استثمار، احنا بنشتريها لاستخدامنا الشخصي، فبرضو دي بتكون حاجة كويسة جدا ان احنا بنقدر نستمتع بكل الخدمات اللي موجودة جوه القرية من غير ما يكون في زحمة. نظام السداد 10% مقدم و10% زيهم بعد سنة، والباقي على 10 سنين. الغرفتين اللي هي بتكون مساحتها حوالي 95 متر، بتكون طبعا متشطبة بالخدمات الفندقية. بنتكلم في متوسط أسعار يعني من 9 إلى 11 في الرينج ده. عندنا مساحات متعددة، عندنا من أول الشاليهات الغرفة الواحدة. لو محتاجين تفاصيل أو أسعار أو تعرفوا المساحات الموجودة، كلموني أو بعتولي وأنا هكلمكم. شكرا لكم.